أفضل بصل للتتبيل هو الأبيض الحار ما الطبخ. إذا عندنا ناعم، الناعم نفسه نسويه، نقطع الراس الفوق ومن جوا شوية نقطع. نقدر ما نشرح الناعم، نشيل بس الفوق، القشر الفوق مالته، ونقدر نغسله وبعدين نخليه بالخل. هاي تتبيله. حسب الخل يطلع اللون مالته، يعني خلنا أحمر يطلع أحمر، أبيض يبقى أبيض، أصفر يصير أصفر. البصل الخشن مالته ناخذ الفوق نستفاد منه، يعني انتظروا الفيديو بعد هذا حنزل محشي البصل، لان سويت بصل كبار، اخذت الفوق مالته القشر 3 طبقات 4، طلعت اللبه سويتها متبل. اوكي نشيل هاي، تشوفون هذا انا دا اشيل الفوق على مود ينفتح عندنا بسهوله. شلون من تسوون الدولمه؟ دا اخذ اللبه اسويها متبل. اللبه هم اطلع من عندها احشي، يعني اقدر اسوي بصل محشي بس مخلل متبل. عرفتوا شلون؟ يعني مو بس محشي بالتمن واللحم. هذا الاحمر اني انتو طلبتوه، لكن عندي وحده 2 سويت من عندي، لكن هو افضل نوعيه هو الابيض الحار العراقي، بعد افضل يصير بيه لجعه حراره. الناعم والخشن قلنا ناخذ مالته نسوي محشي. اكد انتظروا الفيديو اللي بعده على مود تشوفون محشي البصل، سويته من نفس هاي، واستخدمت خيار بمحشي البصل. اخذت الحشوه مالته خليتها بتتبيل البصل. تتبيل البصل قلت لكم هو ينحط بس بالخل، ثاني يوم تاكلون من عنده. تقصون الفوق والجوه تشرحوه. هذا لا تطلعوه من البصل من تسوون محشي. ده شوفوا هذا القشر، هذا بالمي حار يطلع، يعني لا تطلعوه، عوفوه، ترى كل الفوائد بهذا. فلا يعني تقومون تطلعون من وحده لوحده وما اعرف شنو تتقلون. هذا شوفوا المخلل، هذا البارحه كان، شفتوا هذا المقصقص البارحه خليته بالخل، اليوم اكل منه. هذني الناعمات خليتهن، والمشرحات تقدرون تقصوها من النص شويه تشرحوها على مود تصير سريعه وثاني يوم تاكلون. هاي التتبيله. اخذت بطن الخيار اللي حشي بيه ويا محشي البصل، وخليت كرفس، ثوم، معدنوس، شوفوا انتوا ايش عندكم شغلات، بطنج شويه مثلا، ريحان، نعناع، شطه، جزر، تخلون بالحشوه كزبره حسب انتوا اللي يعجبكم، وتحشون البصل. البصل الناعم، من البصل الناعم طلعت قشره اللي فوق، تكبسوه هيجي تخلوه بعلبه. شلون هسه انا دا اكمل الحشوه مالته، بعدين حخليه بعلبه وابدي اخلي عليه البصل اللي اريده تبله بس خل، يعني ما يتحشى، واخلي البصل المقصقص، يعني اقوم اكل بالمراحل من عنده. يعني عندي المستوي لي فوق، والوسط اللي حيستوي ثاني يوم، والمحشى اللي يراد له فد يومين. هذا خليته بكعب العلبه، تكبسوها للعلبه وتعوفوها بالثلاجه. طبعا هو هيك ينكل، لان احنا اصلا البصل ناكلنيه. لا تستخدمون مي حار ولا تحمون الخل، بحرارة الجو بحرارة البيت الخل مالتكم، ورأسة خلوه بالثلاجة اللي تخافون، يعني لا تعوفوه برا، خلوه بالثلاجة تلقوه ثاني يوم طبيعي وينكل. هاي صارت 3 مراحل تشوفون. هذا البارحة أنا مقصقصه وخاله بالخل، طلبوه مني هواية وسويته. أنا إنما يوميا أقصقص وأخليه لي بالخل وأكل.